السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات سهلة مع أم ضحى. اليوم جبت لكم وصفة البيتزا كاري بدون عجينة، وصفة اقتصادية سهلة وسريعة وبزاف خفيفة وتجي بزاف بنينة. نبداو بالوصفة على بركة الله. لهنا نحتاج 4 ملاعق زيت، نضيف عليهم 2 فصوص من الثوم، ونضيف لهم حبة بصل مقطعة مربعات بحجم متوسط، نحطهم فوق النار يتقلاو. ونجوزو لهنا للبطاطا. نسكرفج هنا انا حطيت 4 حبات بطاطا بحجم متوسط، سكرفجتهم وحطيت عليهم الماء، صفيتهم جيدا من هذاك الماء البارد، ونحطهم فوق هذيك البصل وهذيك الثوم. نضيف لهم لهنا التوابل واللي هما الفلفل الاحمر، الملح والفلفل الاسود. نقلبهم جيدا ونحطهم فوق النار ونخلوهم حتى تطيب داك البطاطا تماما. نجوزو للصلصه، نحتاجو ملعقه كبيره طماطم مصبره، حبه طماطم مسكرفشه، ملح، فلفل اسود، اعشاب منسمه، ونمرق بربع كاس من الماء. نحطها فوق النار ونخليها حتى تعقد، نتحصل على صلصه. هنا البطاطا بعد ما طابت هاي ليك، نجيب هنايا غيسيبيون، نحط فيها 4 حبات من البيض، نضيف لهذاك البيض هذيك البطاطا ونحرك جيدا. وهنا عندي سنيوه اللي تدخل الفرن، مسحتها بالزيت، عملت لها بابي كويسون ومسحتها بالزيت باش نضمن بلي ما تلصقش معايا البطاطا. ونحط هذيك البطاطا والبيض، نسقم لها الوجه بهذه الطريقه، وندخلها للفرن حتى ينشف معنا هذاك البيض تماما. بعد ما تنشف وتطيب هنا تماما، ننزعوها ونحطوا عليها هذيك صلصة الطماطم اللي كنت خدمتها معاكم. نضيف لها القليل من الجبن المبشور، التونة، وهنا عندي باتي قطعتوها كمربعات، زيتون أسود، والجبن المبشور. ندخلوها للفرن، هذاك الجبن يذوب فقط، ونخرجوها ونقدمها معاكم. لهنا بعد ما داب لي هذاك الجبن، شوفوا البيتزا تاعي كيفاش راهي طايبه. صدقوني تجي بزاف بنينه وتجي خفيفه. شوفوا كيفاش جات، شوفوا لهنا كيفاش طابت من التحت. وهنا نقطع معكم البيتزا هكا باش تشوفوا كيفاش جا القوام تاعها، كيفاش جات خفيفه، جات من اروع ما يكون. والبنه ما نحكي لكمش، لازم تجربوها يا البنات هاد الوصفه. نتمنى انه يكون الفيديو خفيف ظريف عليكم وعجبتكم الوصفه. ما تنسونيش من تشجيعاتكم باللايك والاشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء.